بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هعمل معاكم النهاردة الكريب بطريقة سهلة جدا في البيت، غير مكلف وموفر جدا. بشوية دقيق وشوية مية هنعمل كمية حلوة جدا من الكريب، سهل وبسيط وما فيهوش اي تعب ولا عجن ولا مجهود ولا اي حاجة. بصي بقى، في الخلاط او في الكبة او على ايديكي، يعني انا بس عاملاه النهارده في الكبة علشان الدرق بتاع الكبة كبير شوية، فهياخد الكمية اللي انا هعملها. انما هو عايزة تعمليه في الدرق بتاع الخلاط عادي، مفيش مشكلة. ما عندكيش ولا كبة ولا خلاط وعايزة تعملي الكريب، ممكن في بولة بلاستيك وتقدري تحطي المكونات اللي انا هقولك عليها، وبتعمليه بالمضرب اليدوي عادي خالص، وبيطلع معاكي حلو جدا. انا حطيت ايه؟ حطيت مقدار الدقيق قد مقدار المية بالظبط، يعني 3 كوبايات من الدقيق حطي عليهم 3 كوبايات من المية. كوبايتين دقيق يبقى كوبايتين مية، لان عجينة الكريب بتبقى سايلة جدا، سايلة قوي. احنا مش عايزينها تبقى معانا مثلا يابسة او جامدة، لان احنا هنعملها في الطاسة الالومنيوم. فعايزينها، او حتى لو انت هتعمليها في اي طاسة تيفال جرانيت، اي حاجة غير لاصقة، برضو انت عايزة العجينة تكون سايلة. فحطيت 2 أو 3 أو 4 دقيق، هتحطي عليهم 2 أو 3 أو 4 مية، وبتحطي معلقة من الملح ورشة صغيرة من السكر، بس مفيش أي حاجة تاني، ولا في خميرة ولا في زيت ولا بيض ولا حليب ولا أي حاجة. هي دي المكونات بتاعتي: مية وملح والدقيق ورشة صغيرة من السكر، وخلاص على كده. ده تضربيهم في الخلاط او تضربيهم في الكبة او تعمليهم على ايدك بالمضرب اليدوي عادي خالص. اهم حاجة عندي بس ان هي ما يكونش فيها اي تكتلات ولا اي حاجة، تكون يعني ايه، آم، يعني ما يكونش فيها اي تكتلات، لان ما ينفعش الكريب يكون فيه اي تكتلات، يبقى سايل على طول معاكي. يعني ممكن تخليه تصفيه بمصفى، لو عندك مصفى من اللي هي الضيقه صغيره يكون احسن، علشان يبقى معاكي سايل وتبقي ضامنه ان هو ما فيش فيه اي كتل ولا اي حاجه كده ايه تخليه يعني يبقى مش كويس معاكي. تمام. عملته. رحت بقى بأي حاجة تقدري، بالكبشة بتاعتك، ممكن كوباية تعملي بيها كالمقدار بتاعك مثلا، زي ما انت حابة، علشان تعملي كل الحجم بتاعه قد بعضه. آه، الصينية الألمونيوم أو طاسة ألمونيوم، أي حاجة عندك، وبتعمل حطي فيها مسحة كويسة من الزيت علشان ما يلزقش. طبعا احنا بنعمل في حاجة ألمونيوم، يعني مش لاصقة ولا أي، يعني لو مثلا لو احنا بنعمل في تيفال ولا بتاع، مش شرط دهنة الزيت، إنما احنا بنعمل في الألمونيوم فادهنيها كويس بالزيت علشان ما يلزقش معانا. وبتنزلي بالمقدار بتاعك اللي انت طبعا هتعملي بيه كل الكمية. انزلي بالمقدار بتاعك، وحاولي ان انت تلفي الصينية. يعني احنا مش بنخلي الصينية سخنة قوي. يعني بصي، الكريب الاولاني اللي هو الرغيف الاولاني، انا كنت زي ما انت شفتوا الصينية ما كانتش سخنة، يعني كانت يا دوبك دافية، فقدرت ان انا الف فيها الكريب بسرعة، واتفرد معايا وكان شكله حلو جدا. في التاني ده اللي انا وريتهولك، انا ما حبيتش ان انا احذفه، ووريتهولك علشان تشوفي الغلطه اللي انت ما تقعيش فيها، ان الطاسه ما تبقاش سخنه قوي زياده عن اللزوم، علشان تلحقي تلفي فيه الكريب بتاعك كويس. انا دوتها بايه؟ هي عادي ما باظتش ولا اي حاجه. بمعلقه، بتجيبي معلقه وتاخدي من العجينه بتاعتك، وبتحطي في الحتت اللي هي ايه بتبقى متفتحه او متخرمه دي، مفيش اي مشكله، بتتساوى وبتتظبط، ما بتبانش، وبتبقى كويسه جدا عادي خالص، يعني انت تقدري تدويها. المهم ان الطاسه تبقى هاديه شويه، النار ما تبقاش سخنه قوي عليها، وبتلفي بقى انت بتفردي العجينه كويس قوي في الطاسه بتاعتك، وبعدين بتسيبيه ساعه ما بيخلع كده من الجناب، هو ساعه ما بيستوي بتلاقيه على طول ايه خلع كده من الجناب من الحروف. بتروحي تفتح، يعني تمسكيه كده وتطلعيه زي ما انت شفت انا عملته ازاي. بتهيألي الفيديو كان شارح اكتر من الوصف وانا بتكلم، هتروحي تشوفيه هتلاقي ان هو كان طلع خلاص، خلع خالص من الصينيه.
وزي ما انت شفت معايا. بقلبه على الوش التاني بالراحة خالص، وبطلعه بعد ما بيبقى خلاص استوى وخد نقطة بني كده فاتحة زي ما انت شايف او ذهبي. بص قد ايه هو رقيق جميل، طلع معانا كمية حلوة. الصينية بتاعتك على حسب مقاس الصينية، يعني انت لو عايزة تعمليه اكبر من كده ممكن تكبري الصينية بتاعتك شوية. هي دي كانت الصينية الوسط، يعني اللي هما الثلاث صواني المدورين، دي كانت الوسط فيهم. لو حابة تعملي في الكبيرة ماشي، حابة تعملي في الصغيرة براحتك، بس هو الحجم ده كان كويس يعني. طيب انا هوريكي طريقة للف الكريب سهلة جدا. والحشو طبعا ده اختياري، انا كان عندي صدر فرخة، طلعته قطعته قطع صغيرة، وحطيته على كمية من الزيت، يعني حطيت معلقتين زيت، وحطيت عليها الفراخ اللي انا مقطعاها، ونزلت عليها ببصلة كبيرة وشوية من الفلفل الالوان، وقلبتهم مع بعض شوية، يعني تعتبر شاورما كده على قد حالها حلوة، مفيش مشكلة. وهي دي كانت الحشوة بتاعتي. عندك جبنة موتزاريلا حطي، عندك جبنة رومي ماشي، عندك ولا ما عندكيش ولا ده ولا ده خلاص احشيها. احشي الكريب بالحشوة اللي احنا عملناها دي، وحطي معاها شوية كاتشب، شوية تومية. انا ببقى في العادي بحط عليها تومية لان انا عندي الولاد بتحبه بالتومية، بس اليوم ده مش عارفة انا نسيت، او كان المهم بالنسبة لي ان انا اعمل العجينة بتاعة الكريب، علشان اقولك ان انت تقدري تعمليها في البيت ومن غير اي تكاليف وبكل بساطة. يعني انما الحشوة دي اختياري، يعني لو عندك بانيه حطي، ممكن تحشيه ببانيه، ممكن تحشيه بناجتس، ممكن تحشيه على فكرة بطاطس محمرة، بس يعني ممكن تجيبي بطاطس محمرة وتحطي شوية كاتشب، شوية مايونيز، شوية تومية، خيار مخلل، وتحشيه ببطاطس بس. وعلى فكرة الولاد هتحبه جدا، لان الفكرة في الكريب العجينة ذات نفسها، يعني العجينة او حب الولاد ليها في الكريب. عملته زي ما انت شايفة كده، قصيته من ناحية واحدة بس، وحطيت الحشوة وبدأت ألفه مثلث زي ما انت شايفة. طريقة الفيديو يعني الحشوة في الفيديو كانت هي موضحة أكتر من الشرح بتاعي. في نفس الصينية هحط مسحة كويسة من الزيت، والمسحة اللي احنا بنحطها من الزيت دي هي اللي بتدي قرمشة وبتدي لون للكريب. لما احنا بنجيبه من المحلات من بره، اللي بيبقى حلو فيه ان هو بيبقى طري من جوه، والقرمشه اللي بتبقى فيه من بره دي والتحميره بتبقى هي اللي مخليها حلوه، بتديله الطعم وبتخلي الولاد تحب ان احنا نجيبه من بره. فده اللي احنا بنعمله دلوقتي، مش بس حشيناه وخلاص، لا احنا لازم كمان نديله القرمشه واللون اللي بيبقى يقرمش معاه ده. ودي بنعملها زي ما انت شايفة، مسحت الصينية بشوية زيت بس، يعني مسحة كويسة، يعني تبقى حلوة علشان لما نقلب الكريب ياخد لون من تحت وقرمشة تانية. يعني زي ما انت شايفة كده معايا، ادينا اهو خد لون من الناحية دي، على فكرة لو لمستيه بعد ما خد اللون الذهبي الحلو ده، وممكن تغمقيه كمان شوية، هتحسي بالقرمشة بتاعته. وبقلبه على الناحية التانية، موفر جدا، اقتصادي. عايزة وده بالنسبة للناس اللي ما عندهاش طاسات تيفال وكلام من ده، هتقدر تعمله. يعني دي كانت بالنسبة لي انا واحدة من الناس، لما ما كانش عندي طاسات تيفال وكان الولاد بيكونوا عايزين كريب، ما كنتش بعمله لان ما كانش عندي، وكنت بخاف اعمله في الالومنيوم وعلشان ما يبصش. بس لما عملته وجربته طلع حلو جدا. عايزة تحطي بيض، عايزة تحطي حليب، براحتك، يعني ده على حسب إمكانياتك. دي طريقة النهاردة في عمايل الكريب، طريقة مبسطة. يا ريت لو استفدت منها أو عجبتك الفيديو بتاع النهاردة، يا ريت ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.